وانا طفل صغير اخواتي رموني في صندوق الزباله عشان الغش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا برنامج مسابقات، اسالك سؤال لو جاوبت عليه هتكسب جايزه معانا. ده حاجه تسعدني جدا يعني. ده ايه؟ ده كتاب انا اللي كاتبه. بس كده انت كسبت. بس حضرتك تستخف بعقلي. دي جايزه بسيطه يا ريت تقبلها. انا انسان عندي عزه نفس، انا مؤلف ومش بشحت. لو هتشتروا مني الكتب بالفلوس دي اشتروا، لكن انت كده حضرتك بتجرحني، بتجرح كرامتي، بتجرح مشاعري. انا شايف ان حضرتك عامل الموضوع ده كانك متعاطف مع حاله في الشارع متسول قاعد. ما تقولش كده، لا سيبك من الجوائز وسيبك من اي حاجه. انا ربما اكون القعده دي مقعداني في الشارع غصب عني، بس احب ان الحاجه تكون من عرق جبين. طب بتقعد هنا من امتى طيب؟ انا بقعد من الصبح لحد الساعه 12 بالليل. انا مؤلف 7 كتب. يعني انت اللي مؤلف الكتب دي؟ انا مؤلف الكتب دي. انا ما دخلتش مدرسه. ليه طيب ما دخلتش مدرسه ليه؟ انا اولا اتربيت في دار ايتام وانا طفل صغير اخواتي رموني في صندوق الزباله عشان الغش. مديرة الملجأ وهي ماشيه شافت ناس بيرموا طفل صغير في صندوق الزباله وبيجروا بعربيه. هي اخذت نمره العربيه، فجاه لقت في الطفل ده ورقه مكتوب فيها اسم مستشفى ورقم حضانه. دخلت هناك عرفت ان دول اخواتي، عرفت ان ابويا مات قبل ما اتولد وان امي ماتت وهي بتولد. راحت المرور عرفت ان انا ليا اخ واخت. دكتور محمد سعيد الفارسي اللي اشترى لي الشقه كان بيعالجني من التوحد وازاي اتفاعل مع المجتمع. خرجت الحياه جاب لي شقه، حبيت انسان. السنه دي انا بعت شقتها عشانها. فجاه السنه دي كانت عامله حادثه محتاجه عمليه، بعت انا الشقه بتاعتي عشان تعمل العمليه دي. اتجوزت غير يوم ما عاتبتها قالت لي انت تربيه ملاك. بعد كل اللي انت عملته عشانها سابتك؟ سابتني. محاميه وجوزي يعمل في الامارات. هعمل بيك انت ايه؟ هجيب لي كل شهر 3000 دولار. قلت لها طب وشقتي؟ قالت لي هو في حد ضربك على ايدك وقال لك تبيع الشقه دي؟ قلت لها ببساطه كده يعني شقتي كل اللي عامله. طب دلوقتي انا هنام في الشارع. قالت لي ما تنام في الشارع ولا تتحرق. انا اعمل لك ايه؟ اللي زي كان ممكن يقتل نفسه. استقبلت الصدمه دي ازاي؟ بالتضرع والصلاه والبكاء. ليل نهار اصلي يا رب ارحمني يا رب ارحمني يا رب ارحمني. وكنت بنام جنب مدرسه اطلب من طلاب المدرسه انهم يعلموني القراءه والكتابه. والفت بقى مؤلفاتي وحياتي. وقت تعرف حاجه عن اخواتك او اي حد من قرايبك؟ انا ما اعرفش حاجه عن اخواتي، ما شفتهمش، لكن المديره حكت لي ان هم مش عايزيني. طب هو انت اصلا انت عاوز ترجع لهم؟ انا والله انا بقول لهم برغم ان انتوا رموتوني في صندوق الزباله وعملتوا فيا كده، انا نفسي اشم ريحه ابويا فيكم ونفسي اخدكم في حضني. انتوا اخواتي وانتوا حبايبي وانتوا اهل وناس. تيجي عليا اوقات ما بلاقيش اكل ولا شرب واكل بصل وعيش ناشف. والله بحمد ربنا ليه؟ لان ربنا هو اللي اراد كده. انا مش هعدل على قضاء الله عز وجل. انا ولا حاجه في الدنيا دي، انا مجرد هفر يفعل فيها الله ما يشاء. هو كتب لي كده، يبقى اكيد اللي انا بمر فيه ده خير ليا. ما ينفعش اعترض على اللي خلقني. كفايه اللي انتوا مديني ايدين، كفايه انه مديني عينين، كفايه مديني اذنين، كفايه انه مديني رجلين، كفايه اني بشوف، كفايه اني بسمع، كفايه اني بتكلم. كل اللي همديه واقول له ليه